سمعت عن الشيخوخة المبكرة؟ الناس كلها دايما بتبص للشيخوخة ان احنا عجزنا وكبرنا في السن وبدأ جلدنا يجعد وبدأ شعرنا يبيض وتظهر عندنا بعض الأمراض المزمنة، والكلام ده دايما مرتبط بالسن الكبير. انما اللي بيحصل دلوقتي مختلف خالص. انا مش جاي اكلمك على تفاصيل بتحصل ازاي الشيخوخة، على قد ما انا جاي اقول لك احنا ايه بنعمله دلوقتي بيخلي عندنا الشيخوخة المبكرة تظهر. بقينا بنلاقي ناس في العشرينات وفي الثلاثينات شعرها بيبيض بدري وجلدها بيكرمش بدري ويظهر عندي الفاين لاينز، بالاضافه كمان لزياده فرص الاصابه حاليا بالامراض المزمنه اللي كانت معروف زمان ان هي امراض الكبار، منها مثلا بعض الاورام زي اورام القولون مثلا والمستقيم، بالاضافه طبعا الى امراض القلب والشرايين اللي بدات بتظهر عندنا بدري. حتى النوع الثاني من السكر كان بيتبص له زمان ان هو بيجي بعد سن ال 45 سنه، النهارده بنتكلم في الثلاثينات ونهايه العشرينات وبيظهر معانا، وده اللي بيخلي النهارده تعريفات الامراض دي بتختلف. ايه اللي اختلف في حياتنا؟ كل حاجه تقريبا. مش هكلمك على الاكل نفسه عشان اتكلمنا قبل كده على زياده الانتيك اللي احنا عايشين فيه من كميات الكربوهيدرات وكميات الدهون المشبعه اللي حوالين مننا او الدهون المهدرجه اللي حوالين مننا. لما جاي اكلمك اكتر كمان على الاوفر ستريسرز اللي عايشه معانا، طول الوقت تفكير، طول الوقت مضغوط، نوم قليل، سهر كتير، وهيبقى عندنا حلقه لوحدها هنتكلم فيها على السهر وتاثيرها على البيولوجيكال كلوك، وبعدين بتاثر ازاي عندي بعد كده على الماشينريز او على العمليه التشغيليه بتاعت الخلايا عندنا. اللي عايز اقوله لك ان انت لازم تهدى على نفسك كتير، وتلاقي عندك وقت للعب الرياضه، تلاقي عندك وقت للنوم الكافي، تلاقي عندك وقت انك تاكل في مواعيد منتظمه، وتمنع انك تاكل بعد الساعه 8 بالليل. في الوقت نفسه كمان في شويه مكملات لو رحنا لها ممكن تساعدنا شويه في تقليل الاستريسورز اللي عندنا، وطبعا فرص الاصابه بالشيخوخه المبكره. وانا هنا ما بتكلمش خالص على الامور الجينيه، يعني مثلا لو اهتمينا بالمكسرات خاصه عين الجمل واللوز، لو اهتمينا بالخضار وخاصه الخضار الملون ومعاها كمان الفاكهه، زودنا البروتين انتيك، لقينا وقت لعب الرياضه، لقينا وقت للاسترخاء والاستجمام والتفكير والتدبر. العوامل دي من العوامل اللي ممكن تساعدني في تقليل فرص الاصابه بالشيخوخه المبكره. وافتكر دايما ان انت كل ما هتضغط على نفسك كل ما هتحس بالكلام ده قدام، فعشان كده لازم نفتكر ان صحتك اهم.